مانشستر يونايتد بعد ما كان عنده امل انه يصعد لدوري الابطال او يصعد حتى للدوري الاوروبي، ولكن بعد ما دخل المباراه قدام بايرن ميونخ ما قدرش يعمل اي حاجه. خاصة ان هو كان ليه الافضليه بانه صاحب الارض وصاحب الجمهور تبعه بيشجعوا في الملعب، ولكن حتى ما قدرش يستغل الفرصه انه واحد زي بايرن ميونخ مهزوم في الدوري الالماني بخمسه قدام فرانكفورت، ولكن حتى هو ما قدرش برضه يستغل ان هو لسه فايز في الدوري الانجليزي الماتش الماضي. ولكن الحقيقه اللي تحرق قدام ان مانشستر يونايتد ما قدرش يعمل اي حتى هجمه واحده، يعني هو طول 90 دقيقه ما قدرش يعمل غير تسديده واحده على مرمى مانويل نوير. ولكن الغريب ان فريق بايرن ميونخ قدر يقفل نص الملعب، قدر يقفل الاطراف عن طريق واحد زي كومان، واحد زي الفونسو ديفيز، والناحيه الثانيه واحد زي ليروي ساني، واحد زي نصير مزراوي قدر يقفل الاطراف، وفي النص واحد زي كيميتش، واحد تاني زي كيفن جاي اللي هو المدافع، واحد زي تاني اوباميكانو قدر يقفلوا الملعب نهائيا. فعلى الرغم من ان بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بيمر بأسوأ فتراتهم في الموسم، الا ان بايرن ميونخ بخبرته وخبره لعيبته وبأسامه اللي في الملعب قدر انه يفوز يصنعوا هدف، يجيبوا هدف في الدقيقه 75. وحتى بعد الدقيقه 75 ما قدرش مانشستر يونايتد يعمل تبديلات اللي هي تسعه، لانه حتى لما طلع في الدقيقه 75 كانت تبديلات متاخره جدا. واحد زي انتوني اللي طلع، واحد زي جرناتشو اللي طلع، ما فيش هم اساسا في الملعب ما كانوا قادرينش يدوا اي حاجه. واحد زي انتوني ال 75 دقيقه اللي لعبهم كان ما فيش اي حاجه منه، ما فيش اي انتاجيه. على الناحيه الثانيه واحد زي كومان، واحد زي جرناتشو برضه ال 90 دقيقه ال 75 دقيقه اللي لعبها ما كانش فيها اي حاجه. ولكن حتى لما نزل واحد زي حنبعل والثاني دلوقتي ما فيش اي منهم، ما فيش اي فرصه، ما فيش اي انتاجيه، ما فيش اي حاجه. وده لو يرجع على واحد زي المدرب بتاعهم اللي هو تين هاج اللي ممكن تقول عليه انه هو مدرب لا يصلح انه يدرب في الدوري الانجليزي، فضلا عن انه يدرب اساسا فريق زي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد هو ايوه ممكن تقول لك كان بيدرب فريق كبير زي اياكس وكان معه عامل اداء كويس، ولكن هقول لك اياكس هنا غير مانشستر يونايتد هنا. اياكس هناك هو الكبير كبير هولندا، فبالتالي ان هو يبقى مسيطر على البطوله المحليه او ايا كان البطولات المحليه في الدوري الهولندي. هتقولي كان شغال في الدوري الابطال، هقول لك دوري الابطال هناك ما كانش حد يعرف تنهاج، ما كانش حد يعرف خططه، ما كانش حد يعرف اسلوبه في اللعب. ولكن لما جه مانشستر يونايتد اتحفظ، بيلعب ازاي، بيهاجم ازاي، بيدافع ازاي. ولكن لما تشوف انت في اليونايتد لا دفاع ولا هجوم ولا وسط ملعب، كل حاجه ضايعه. فانت لما تبقى نازل وعندك فرصه واحده انك تفوز او تصعد للدوري الاوروبي، فضلا عن انك اساسا توصل لدوري الابطال، وانك ان مصيرك معلق في ايديك بانك تفوز وتستنى الفرصه اللي هتجيلك او الهديه اللي هتجيلك من كوبنهاجن وواحد فريق تاني زي جلاتاسراي، ولكن انت حتى ما تسعفش نفسك او ما تساعدش نفسك انك تعمل حاجه. لا، انت بتنزل اداء زي الزفت، لعيبه زي الخرا في الملعب، مدرب تكتيك ما فيش زي الخرا. ولكن لما بتنزل برضه في قدام فريق منظم، قدر يعمل لك هجمات مرتده، قدر يعمل لك حتى في وقت الاستحواذ بالكره، قدر يعمل لك هجمات ويسدد ويوصل للمرمى في اكثر من كوره. ولكن لو هتبص على الفريق مانشستر يونايتد، لا هجمات مرتده قادر يقتلها الفريق زي بايرن ميونخ، مع ظل وجود واحد زي الفونسو ديفيز السرعه بتاعته، وظل وجود واحد زي كومان، واحد زي لورو ساني، واحد زي هاري كين اللي بينزل تحت وبيفتح العمق واللي شفناه، وبيفتح وبيصنع اهداف او بيصنع لعب للعيبه اللي جايه على الاجنحه من على الاطراف. واحد زي كومان اللي جاب الجول وقدر يصنع له، ما قدرش على رغم الكثافه العدديه اللي بيلعب 4-3-3 في نص الملعب، ولكن ما قدرش ان هو يواكب الضغط او الفكر اللي كان عامله توماس توخيل في الملعب. ولكن لما تيجي تبص على واحد زي تين هاج انت المفروض تاخد بعضك وتلم شنطتك كده وعلى بلدك، لان اللي انت بتعمله ده ولسه في الدوري الانجليزي ممكن تكون ايوه في مركز مش بعيد عن الاوائل، ولكن في ظل وجود الاداء الخرا اللي انت بتعمله دلوقتي، وفي ظل وجود ان انت كنت مستني الفوز ده تبقى اي بفروغ الصبر عشان تصعد لدوري الابطال او تصعد للدوري الاوروبي. ولكن انت موسمك خلص بدري بخروجك من دوري الابطال وخروجك من دوري الاوروبي، وحتى منافسك على الدوري الانجليزي او حتى على المراكز المتقدمه، فده خلاص مفيش امل فيه، لان انت بادائك دلوقتي زي الزفت لا هتوصل، لا تنفع جرب ولا تنفع جرب في الدوري الانجليزي. وبالتالي انت المفروض يا تشوف لك بيع بعيد عن مانشستر يونايتد، يا اما تغير الجلد ده او تشوف تجدد افكارك، لان انت بصراحه مدرب مفلس. يعني انا بتفرج عليك ما تشوفش اي تكتيك، ما فيش اي هجمه، ما فيش اي فرصه، ما فيش اي حاجه ليك انت. فانت لما تبقى فريق مستني عايز تفوز على بايرن ميونخ ما تعملش عليه ولا هجمه، لا فهنا ده عيب. حتى على مشكله خط النص مفيش ولا لاعب بيسدد، لا مفيش ولا عرضيه. حتى لما طلعت لوكشو اللي كان مش في يومه، نزلت له واحد زي
وان بيساكا برضه مش في يوم. فهي اللعيبه مش اللاعب مش في اللعيبه بس، اللاعب في المدرب ممكن يكون مش موظف اللعيبه زمان، المدرب ممكن يكون مش محفظ اللعيبه هتعمل ايه. فانت لو كل برضه لما تبقى في الاولد ترافلد موجود وسط جمهورك وسط لعيبه في الملعب بتاعك ومش قادر تفوز على فريق زي بايرن ميونخ بالحاله السيئه اللي هو جاي بيها من هزيمته فرانكفورت 5-1، لا انت هنا في حاجه.